قولي لي بقى الدنيا مقلوبه ليه؟ عملتي ايه؟ ما عملتش حاجه. ما ندمتيش على الفيديو ده بعد ما اتعرض؟ ما عملتش حاجه غلط عشان اندم عليها. لا يعني هما بيقولوا هي الناس فهمت الفيديو غلط. انا لما طلعت عملت الفيديو انا ما قلت لهمش تعالوا يلا بينا نختار الاوتفيت ولا ده حلو ولا ده وحش. لا ما عملتش كده. هما ربطوا بين ان انت رايحه تزوري كان والدك صح؟ رايحه تزوري والدك، المفروض ان انت تبقي متاثره، مش في دماغك بقى فيديو ومش في دماغك هتلبسي ايه وتلبسي نظاره ايه، وان انت يعني هيفتي من زياره القبر او فكره زياره القبور، خصوصا ان والدك مش حد غريب. بالعكس والله انا عملت الفيديو ده عشان يترحموا عليه، اي بني ادم مشهور. بعدين بابي ميت قبل ما انا اصلا اكون على السوشيال ميديا. انا كنت رايحه ازوره فقلت خلاص انا هنزل فيديو الناس تترحم عليه. الناس خدت الموضوع ان طب انا ايه دخل ده في الاوتفيت؟ ما هو انا عملت بقى فلوج كامل وجبت في الاخر وانا في المقابر وانا واقفه بدعي له. لا يعني ليه ما طلعتيش قلتي لو سمحتوا يا جماعه انا رايحه المقابر اترحموا على انا عملت أبويا. لهم فيديو كامل لليوم كامل قبل ما انزل من البيت ولما نزلت من البيت وانا في الطريق ولما وصلت المقابر. هم اللي فهموا غلط، لكن انا ما طلعتش قلت تعالوا يلا بينا نختار الاوتفيت. لا بالعكس انا قلت انا هلبس كذا. هو باباكي متوفي بقاله كام سنه؟ بقاله 3 سنين. فانا اللي حصل ان انا قلت لهم انا هلبس ده على ده واسود، ولا لابسه حاجه ضيقه ولا لابسه حاجه قصيره ولا حاطه ميك اب في وشي. فكان الموضوع عادي. انا فكره ان انت فكرتي اصلا تعملي الفيديو ده والله زي ما قلت لك السبب عشان يترحموا عليه، وصورت لهم اليوم كامل. ايوه بس قعدتي تقولي الاوتفيت والبنطلون بس خدي بالك الناس والنضاره. لا بالعكس انا قلت لهم انا هلبس ده وهلبس النضاره ونزلت وخدت بعضي. ايوه الناس بقى وهي بتروح القبور مش بتعمل كده، بتقرا قران. ما انا قريت قران وبتبقى حزينه وبتبقى مش في دماغها بقى اوتفيت ولا مش اوتفيت. لا ما هو بقاله فتره برضه متوفي فيعني مش كده. ما هو لا بقاله فتره. ما بقيتيش زعلانه عليها؟ لا طبعا زعلانه. مفيش يعني موت الاب عند البنت بالذات دي كسره. فمستحيل ان انا ما ابقاش زعلانه عليه. بس انا طب بصراحه شديده لما تعرضتي للانتقاد من بعض الاعلاميين، اكيد شفتي تعرضتي للانتقاد، ما حسيتيش انك ما كانش المفروض تعملي الفيديو ده كده؟ لا خالص. مع احترامي للاعلاميين اللي انتقدوني، بس انا اصلا مش محتوى البرنامج بتاعك عشان تطلعيني. يعني انا البرنامج اللي انا انتقدت فيه انا مش محتوى البرنامج، ولا الحوار بتاعي محتوى البرنامج. فهم قالوا ان انا عملت كده عشان ترند. لا انا مش محتاجه ترند. انا من اول ما طلعت على السوشيال ميديا وانا الحمد لله ترند لحد النهارده. فيديوهاتي بتجيب ملايين من غير ما اعمل اي حاجه. فانا واحده مشهوره ماشي، بس انا ما كانش عندي مشكله. يعني حتى لو هننتقد لا يعني هم فهموا الموضوع غلط. انا كل اللي عملته انا هلبس ده. ما جبت اصلا اختيار اوتفيت. يعني انت بتطلعي تي شيرت مثلا وتي شيرت تاني، طب انا هلبس ده ولا ده؟ طب هنلبس عليه بنطلون ده ولا ده؟ انا ما عملتش كده. انا قلت لهم انا هلبس ده، هلبس الشوز دي، هلبس النضاره ونازلين. والفيديو كله انا كنت عاملاه فويس اوفر بقول يا ريت تترحموا على بابي. الناس حتى سبب الموضوع كله مسكت. انا لما كنت واقفه قدام انا ما سمعتش ترحموا، انا قلت هو ده الطريق للمقابر. لا اسمعي بقى الفيديو للاخر. يعني لو عايزه تفتحيه دلوقتي افتحيه مفيش مشكله. هاي عاملين ايه؟ انا النهارده رايحه ازور بابي في المقابر. طبعا يا ريت تدعوا له كلكم بالرحمه. كنت بوريكم الاوتفيت اللي هلبسه. اكيد طبعا لازم يكون اسود كده، وده الاوتفيت. هنختار بقى الشوز البيضه دي. حلو بصراحه. انا مش عارفه، حاسه احساس غريب اصلا وانا كنت بصور الفيديو ده، بس انا نزلته علشان انا نفسي ان انتوا تدعوا له يعني بالرحمه. فالمهم هنا لبسنا كده وهناخد النضاره لان انا كنت نازله الصبح جدا. وبعدين دلوقتي انا كده نزلت وفي العماره كده. انا ركبت العربيه، كنت بحط بنزين عشان المشوار بعيد جدا. هنا ده الطريق. هنا وصلنا للمقابر. الله يرحمك يا بابي ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته يا رب. هنا طبعا كنت انا واخواتي ومامتي واقفين بندعي له. طبعا اصعب احساس في الدنيا اصلا فقدان الاب. يعني مفيش اصعب من كده في الحياة. فقدان الاب صعب. هنا خلصنا وماشية خلاص، وده الطريق وانا راجعة. بس يعني انا عايزه اوصلك برضو ان الناس مسكت في ايه. هو انتي بتدعي له وانتي ما بتتشاتي على الموبايل؟
يعني انا عشان كنت واقفه قدام القبر وماسكه الموبايل، انا فاتحه الادعيه على الموبايل وبدعي منها، هو ده عيب؟ يعني انا لما افتح قران على الموبايل من على النت وانا معيش مصحف، ده عيب؟ لا. الناس ثابت قالوا لي هو انت بتتشاتي على الموبايل وانت بتدعي له؟ لا، ما انا اكيد واقفه ماسكه الموبايل دي انا بدعي له من على الموبايل.